من هؤلاء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح الإمام البخاري في حديث محمد بن جبير بن مطعم أن أهل مكة أرسلوا جبير بن مطعم ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، دارين نعرف مصير 70 الذين قتلوا، ترى خلاص مصير من عرف. نريد أن نعرف مصير 70 الذين أسروا. وبعثوا جبير بن مطعم لأن أباه قد قدم معروفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة طرودا وذهب إلى أهل الطائف ما قبلوا منه، جاء وقد طلب الجوار من المطعم بن عدي فقال لك ذلك، وأرسل يعني إليه ونادى في قومه أبناء عمومته ومن له صلة قرابة: أكرب حزامتكم إني أجرت محمدا. دي وراء تبعة كبيرة. وقال له: فلتأتي وتطوف بالبيت، معناها برشك باللبن بالرش بالدم. النبي طائف ومشكل له حراسة، هم المطعم بن علي ما أسلم، لكن يرى أن النبي بيستحق يعني هذا الإكرام. خير الموقف ده. ولذا قال حسان بن ثابت: لو أن مجدا يخلد الدهر واحدا لأبقى مجده المطعم. وده بيت ابن عقيل لما ابن مالك في الألفية قال: وجاز نحوها خاف ربه عمر وشز نحو زان نوره الشجر، ابن عقيل يقول لي لا أبدا. بيت حسان بن ثابت عكس كلامك ده، يعني ابن عقيل يستدرك على ابن مالك صاحب الأصل في الألفية بشعر حسان. صحابة يعرفوا التوحيد، يعرفوا الفقه، يعرفوا المعروف، يعرفوا أوجه الإحسان، يعرفوا كل شيء رضي الله عنهم. فجبير بن مطعم أرسله أهل مكة ليكلم النبي في أسرى بدر. ليه؟ لأن أباه قد قدم معروفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري لما جاء ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة المغرب: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. قال: كاد قلبي أن ينفطر. ليه؟ لأن قريشا ما زودته بإجابة على مثل هذه الأسئلة، أسئلة صعبة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إما في خالق خلقهم أو خلقوا أنفسهم. والقرآن يبين: إن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. طيب ناس عندهم فهم ليه قدروا كده؟ الإشكال شنو؟ الشركة جابوا شنو؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. نحن وقت نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ماشيين الحبل درعنا في رقابنا، ده ما إلزام. ما ممكن نحن ننفي ونثبت في آن واحد، لأنه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فهنا حاصرته الأسئلة: إما في خالق خلقهم إما خلقوا أنفسهم. فده بيلزموا بأنه قال: قاد قلبي أن ينفطر، قلبي داري شك شفقا على الإسلام وفرقا يعني خوفا مما سمع. أصلا يا كده يا كده، ما في حاجة ثالثة. لأنه في ناس اللي بيقول لك اللي ما بيعترف بالله ده دي مكابرة سهل، وفي دواخله يعلم انه ما خلق رقبته ولا في خالق من المخلوقات خلقه، انما خلق الله عز وجل، لكن مكابره. عشان كده واحد من اخواننا كان بيناقش في واحد ملحد، قال لي يعني نخلص من الكلام ده، انت ما بتؤمن بالله؟ قال لا. اي يا زول؟ قال له والله. قال لي حالف بما لك، لانه في دواخل الموضوع مختلف تماما. ايوه ما هي كده.
فمسألة كون الإنسان يؤمن بوجود الله عز وجل دواعي الفطرة فيه كذا، لكن دي بتبقى مغالطة مكابرة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق، خلاص أسلم. وده القبيل مجتمع قريش لما خافوا على الناس من أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أن القرآن مؤثر.